اتفرجت على كرتون سكوبي دو كان حلو في البدايه لحد ما تكتشف ان كل حلقه بتتعاد بطريقه مستفزه. ليه بقول كده؟ هقول لكم دلوقتي. اولا قصه الكرتون بتتكلم عن المجموعه كده بيحلوا الالغاز، يعني مثلا لو في شبح او وحش مثلا هو بيقعدوا يحلوا الالغاز اللي حواليه عشان يعرفوا مين الشبح ده او الوحش ده. دي القصه. احداث الكرتون بقى عامله ازاي؟ احداث الكرتون اكتر حاجه ممله انت ممكن تشوفها. ليه؟ لان كل حلقه الاحداث بتتكرر. يعني ايه؟ يعني مثلا في حلقه مثلا يكون فيها شبح او وحش، فهم يروحوا عايزين يعرفوا مين الشبح او الوحش ده، وبعد كده يقعد يجري وراهم هم يجروا منه، والقصه دي كلها. بعد كده بيشيلوا القناع بتاعه يعرفوا هو مين، ويقعدوا بقى يقولوا هم ليه كانوا شاكين فيه وليه عمل كده ومش عارف ايه، ويقعدوا بقى يحكوا القصه من اولها، وفي النهايه يقول جمله اخر كل حلقه. بس كده. دي كل احداث كل حلقه حرفيا. يعني كل حلقه انت عارف الاحداث هتحصل ايه. هو اي نعم باشخاص مختلفين، بس هي نفس الاحداث، نفس تصرفات الابطال، نفس في حاجات كتير قوي بتتكرر في الكرتون. يعني انت بتتفرج على الكرتون مش متوقع حاجه مختلفه، انت عارف هم هيعرفوا ان في شبح او وحش، هيقعدوا يجروا يقعدوا يعرفوا مين ده بقى، بعد كده يشيلوا القناع بتاعه ويعرفوا هو مين، والقصه دي كلها انت عارف كل حلقه الحلقه هتنتهي ازاي. يعني مفيش اي حاجه جديده ممكن تتوقعها. يعني بجد الموضوع بيبقى ممل قوي. ممكن تكون في حلقات حلوه بس تبقى قليله قوي بالنسبه لعدد الحلقات اللي اصلا اغلبها متوقعه. ان المفروض الكرتون كوميدي ومش عارف ايه، بتبقى فيها حاجات كتير قوي مش كوميديه في الكرتون. يعني ممكن تكون في حاجات كوميديه وفي حاجات تانية لا مش كوميديه. يعني باختصار الكرتون ممل، احداثه بتتعاد كل حلقه، حتى الكوميديا يعني ساعات كتير قوي مبتبقاش مضحكه. يعني الكرتون في حاجات كتير قوي ممله، لان انت تبقى عارف اصلا ايه احداث الكرتون. انا مش بحب الكرتون ده، بشوفه مستفز لان كل حلقاته بتتعاد. يعني انا مش عارفه ليه اقعد اتفرج على حاجه كل حلقاتها بتتعاد. حتى حاجات اللي المفروض كوميديه فيه وتضحك وكده ما بحسهاش مضحكه، بحس انها مستفزه. والكرتون اصلا كله على بعضه ممل قوي. يعني في حاجات ممكن تكون حلوه بس تبقى قليله قوي، واصلا انت بتبقى عارف اصلا ايه اللي هيحصل في كل حلقه. عشان كده الكرتون بيبقى مستفز لان انت عارف احداث كل حلقه. وفي النهايه ده رايي، قولوا لي انتوا ايه رايكم. شكرا، باي باي.